الصيادة اللي كيطلقوا بزاف السلاك خاص في المطلق يطلقوا ما بين جوج سلاك غامعاندين وكيصيدوا بلا نية. وكي دايرين نصر وبغينا نعرفوا كيفاش القضيه ديال الصيادة اللي كيمشيو للمطلق ويطلقوا 100 سلوقه على الرنب. هو هذا الموضوع كاين اللي دارو في خاطرو وكاين اللي عاجبو وكاين اللي ما باغيش وكاين اللي ما عنده كيف يدير ليه. هو الصيدة خاصة تكون بتاويلها من كبيرها حتى لصغيرها ويكون مقدمها ولا شيخها اللي يحكم في المجموعة. هو الصيدة ولا الفراجة خاص في المطلق يطلقوا ما بين جوج سلاق حتى لثلاثة باش الفراجة تكون بعقلها ويبان لك المليح في السلاق من العدم. اما القضيه ديال الصيادة اللي كيطلقوا بزاف السلاق هادي ما صيدة عندهم ما والو وما عندهمش المليح بصفه نهائيه نصرنا. وهادو بيهم غير الغوات حيت نصرنا كاينين المناطق اللي كيبغيو غيغوتوا حيت عندهم هادي عاده وكاين اللي كيعدد ويجدد وكاين عاوتاني اللي كيطلق بزاف ديال السلاق على الرنب حيت ما كاينش النظام. ولا هضرتي مع شي واحد كيقول لك لا علاش انا ما نطلقش وفلان غيطلق، ولا كيقول لك ولا ما بقيناش نوضنا الرنب نرجع مفقوس للخيمه وكتنوض الروينه في المصيد وكيولي كلشي طالق سلاقو. وهادو راه ما هما رمى ما هما صياده غامعاندين وكيصيدوا بلا نيه. وكاين عاوتاني اللي كيبغي يطلق بزاف ديال السلاق حيت ما كيبغيش الخير للصياده ولا عنده السلوقي معدوم كيبغيه يبقى مخبي وسط السلاق. وهي ناس الرمى اي منطقه كيطلقوا السلاق بزاف راه ما صيده عندكم ما والو واخا يكون عندكم المليح. وتحيه ناس الرمى وقولوا لنا رايكم.